أن نذكر موتانا بخير. والموت موتان في السياسة، الموت السياسي أهم من الموت الطبيعي. اليوم من يريد أن يحيي هذه القضايا التي يتحدث عنها صديقي وأخي قبلي هم موتى سياسية، وسأذكرهم بخير. وسأبدأ بزعيمهم الذي يظنه منجيا له. تذكرون أنه عندما كلف بتكوين الحكومة الثالثة للثورة المفاقة أنهى خطابه قبل أن يباشر الحكم بحكاية، بقصة. قال: ذهب خروتشيف إلى إنجلترا ضيفا عند ملكة إنجلترا، فأهدته قطعتي دورميري ماش، فعاد إلى بلده وطلب من أفضل تاج في روسيا أن يخيط له كسوة، فخاطها له فلم تعجبه فرماه بالسبيل. ثم أتى خياط مزور مثل السبسي فخاط له كسوة فأعجبته، فسأل الخياط: ما الذي فعلت حتى تعجب خروتشيف؟ قال: أعددت له كسوة سور مزور، سي جوست مزور، على قياسه بالضبط. حديثنا قياس الآن. من يقصد بخروتشيف؟ تعلمون أن خروتشيف يرمز إلى البعد بالبلدي، وهو بلدي البعد يعني الشعب. الخياط الأولاني هو صاحب الحكومتين الأوليين، يعني الغنوش، مش بتاعنا بتاعنا. خاف كسوة ما عجبتش الشعب، رماها بالسبيرة، يعني استقام. أقبل ثانية رميته بالسبيرة. جاء هو باش يخيط لنا كسوة وباش يعجب الشعب، وفعلا عجبني الشعب، لكن أنا شعب مش بتاع القصبة، بتاع القبة طبعا. وكان تم كسوة الحكومة تو واحدة فيها. وفي الحقيقة اللي كان لبس السيبيريا مش الخنوش هو، وهو ماشي السيبيريا شوفوا معلش شنو الرمز اللي يستعمل فيه واللي احنا كتوانسة اولى به منه. نحن المقاومون من حركة النهضة أولى به منه. يعني رئيس الدولة الأول في تونس بورقيبة رحمه الله سجن 13 سنة في حكم بن علي، يعني أكثر مما سجن لهذا الاستعمار. فهل دافع عنه السيسي؟ هل دافع عنه أحد ممن يريد اليوم أن يتاجر باسم بورقيبة؟ لا أحد. إذا هم كانوا سجناء بورقيبة ولم يكونوا بورقيبيين، وهم قد خانوا بورقيبة. والذين قاموا بن علي في الحقيقة أرادوا أن يخرجوا بورقيبة من السجن وأن يكون رمز وطني قام بواجبه. أخطأ وأصاب كرجل أخطأ وأصاب الأمر يعني، لكن ما يعني الشعب التونسي هو أن الشعب التونسي يحمي رموز تونس، علم تونس، وقادة تونس السابقين. ليس هم الذين يحمون علم تونس ولا هم الذين يحمون بورقيبة وما حققه بورقيبة في تاريخ تونس. لهم أخطاء ككل البشر، ولهم أخطاء مع حركة النهضة ومع كل المناضلين من جميع الأحزاب، لكن لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه يمكن أن يتاجر باسمه لكي يحارب من ناضل ضد بن علي في حين أنه كان محاميا للنظام الخلفي الذي كان يحمي بن علي. لذلك أردت أن أتحدث عن موتانا السياسيين بخير، وهذا حديثي عنهم. وأمر الآن إلى القضية الثانية. يقولون إن الحكومة التي انتخبها الشعب، لأن الشعب خروتشيف عنده غبي لا يفهم.
حكومة ليس فيها كفاءات، وما رأيت إنسانا كفءا قاد أصعب مجالات تونس، أي النقل، مثل أخي هذا الذي كان يكلمكم الآن، فهو قد استطاع في شهرين أن ينقذ السكك الحديدية، وأن ينقذ الطيران التونسي، وأن يجد تعاونا قد يرجع تونس فيما يتعلق بالنقل في مستوى البلاد الأوروبية. فهل منهم من فعل ذلك؟ لا أحد. أما من حيث الشهادات فكل الوزراء في تونس، كل الوزراء إذا ما استثنينا أحدا استك جدارته بجهده وبإخلاقه، كلهم من ذوي المستويات العالية الجامعية، ومن ذوي الكفاءة في النضال وفي الحكمة وفي الدراية وفي الصبر على تسيير هذا البلد. أما أسطورة الكفاءة التي يباعون بها فهي التحول والاستبداد والفساد الذي حكموا به هذه البلاد طيلة 30 سنة. لذلك فإننا إذا كان الأمر يتعلق بالتحول والفساد والاستبداد نعترف بأننا ليست لنا كفاءة، ولكن الكفاءة التي لنا هي كفاءة العلم وكفاءة التقنية وكفاءة المعرفة وكفاءة الأخلاق الحميدة، وخاصة كفاءة الجهاد من أجل قيم القرآن الكريم واحترام هذه الأمة بالتاريخ وما يسعون إليه لكي يحولوا المعركة ضد التخلف وضد الفقر والجوع والعري في هذا البلد إلى معركة بين شقين من الحركة الإسلامية، الشق السلفي والشق الذي الآن أصبح يحقق الصلح بين الحداث والبلدان، لن يحدث أبدا، لأن إخوتنا السلفيين حتى وإن تأثروا بما وصف أخي الآن فإنهم لهم من القادة من هم عقلاء وسيفهمون شبابهم أن المعركة ليست حول الأمور الإيديولوجية، وإنما هي حول إخراج تونس والأمة العربية والأمة الإسلامية مما تردد إليه من تخلف، حتى تصبح قادرة على أن تكون أهلا للاستخلاف في الدنيا، وأن تستعد لكي يكون مرورها بالدنيا امتحانا يعدها إلى أفضل المقامات الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.